حقيقة طلب لجنة التخطيط في النادي الأهلي عدم التجديد للتعاقد مع علي معلول. هناك حالة من الجدل بالآونة الأخيرة فيما يخص ملف تجديد النادي الأهلي للمحترف التونسي علي معلول، خاصة مع تراجع مستواه كثيرا بالفترة الأخيرة. وكشف الإعلامي إبراهيم فايق حقيقة طلب لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء عدم تجديد التعاقد مع معلول بجانب حسم التجديد لثنائي آخر. وقال فايق في تصريحات تلفزيونية عبر شبكة قنوات اون تايم سبورتس: الأهلي أنهى اتفاقه مع كل من ياسر إبراهيم وحسين الشحات لتجديد التعاقد معهم لمدة 3 مواسم قادمة، ويبقى فقط اختيار التوقيت المناسب للإعلان. في أكثر من يوم انتشر خبر بأن لجنة التخطيط طلبت عدم التجديد لعلي معلول. هذا الموضوع لم يتم التناقش فيه بين لجنة التخطيط ولجنة الكرة ولم يحدث ذلك، فكل ما قيل بهذا الملف غير صحيح بالمرة، وقد يكون هناك فترة تقييم فقط حتى نهاية الموسم. وبالمناسبة ما زال عقده مستمرا حتى عام 2025. يستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره القطن الكاميروني في الجولة الأولى المؤجلة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا على ملعب السلام. في نهاية الفيديو لو أقدم لكم معلومة جديدة ما تبخلوش علينا بلايك.